ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. أما بعد، سنتكلم الليلة إن شاء الله وبعون من الله سبحانه وتعالى عن فضل الجهاد في سبيل الله. قبل كده اتكلمنا عن فضل الشهادة، النهارده بقى عن فضل الجهاد. فضل الجهاد في سبيل الله إن المسلمين يحبوا ما أحبه الله وما أحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يحب الجهاد ويحب المجاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الجهاد ويحب المجاهدين. فالمسلم لابد أن يحب الجهاد في سبيل الله، ويحب أن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض، ويحب أن ينتصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، فلا يعبد إلا الله ولا يتبع شرع إلا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاهدوا في الله حق حق جهاد، جهاد الدعوة وجهاد السيف. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ويا جماعة وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يبقى برضه الجهاد الدعوة وجهاد المال، إن أنا أجاهد بمالي من أجل خدمة الدعوة وخدمة الإسلام وخدمة الدين، وأخدم الدعوة بقلمي وبلساني وبيدي، أخدم الدعوة بكل ما أملك. حتى لو أنت ما انتش قادر تجاهد، انوي الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو في سبيل الله ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من اللي يا جماعة من النفاق. خلي بالك خلي بالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم الصحيح. شفتوا فضل الجهاد في سبيل الله يا جماعة اللي المسلمين تركوه الآن، اللي احنا تركنا إخواننا في فلسطين الآن يقتلون ويذبحون وتهدم بيوتهم وتنسف مساجدهم وتقتل أطفالهم ونسائهم وآبائهم وأمهاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلا الجهاد. ده النبي قال: عموده الإسلام، عموده الصلاة، ورأس الأمر الإسلام، وذروة سنامه إيه يا جماعة؟ الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله. من جاهد من قتل في سبيل الله له منزلة تصل إلى منزلة النبيين والصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. معهم مين؟ والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. يكفي اللي بيجاهد في سبيل الله بماله بنفسه بولده بقلمه بلسانه بيده. يكفي اللي بينصر دين الله في الأرض وينصر سنة النبي محمد في الأرض ويجاهد من أجل تحرير كل شبر من أراضي المسلمين، لا سيما المسجد الأقصى الذي يئن إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم؟ فين أنتم يا مسلمين؟ فين أنتم 52 دولة إسلامية؟ أين أنتم؟ 1,500,000,000 مسلم، أين أنتم؟ يئن المسجد الأقصى إلى المسلمين، أين أنتم؟ وهو يدنس بأقدام اليهود الملاعين إخوان القردة والخنازير، ويعاونهم في ذلك الصهاينة وعباد الصلبان الملاعين، عبدة الصلبان الملاعين. ربنا غضب عليهم، غضب الله على اليهود وأضل الله النصارى. أحبتي في الله، إن الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين يا جماعة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بس الجنة مش عاوزة نوم، عاوزة جهاد بالنفس والمال والأهل والولد. بأن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. النبي كان بيحب الجهاد في
سبيل الله صلى الله عليه وسلم جدا، لدرجة أنه قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأبطل، ثم أغزو فأبطل، ثم أغزو فأبطل. النبي نفسه. وفي رواية صحيحة ما من أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب وابتغاء مرضاك، وأن نصلي قبل الشهادة كده في المسجد الأقصى المبارك ده ربنا بارك حوله. اسمع تقول ايه؟ فوالذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، 3 مرات. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الشهيد ربنا أعطاه 7 خصال. إيه ال7 الخصال يا من توحدوا الله؟ للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له في أول قطرة من دمه كل ذنوب. أول قطرة تطلع من دمه كل ذنوب اتغفرت. ويرى مقعده في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوف فضل الشهادة وفضل الجهاد يا جماعة. ويرى مقعده في الجنة. أمال الصحابة كانت بتتنافس وتتنافس ليه؟ على الجهاد في سبيل الله. أنس بن النضر وطلحة والزبير وعلي وعثمان وعلي وأبو بكر وسعد وخالد وسعيد وعبد الله. ليه الصحابة كانت بتتنافس؟ لما علموا من فضل الشهادة في سبيل الله في كتاب الله وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يغفر له من أول قطرة كل ذنوب، ويرى مقعده في الجنة، ويأمن من فتنة القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج ب72 من الحور العين. وإيه كمان؟ ويشفع في 70 إنسانا يوم القيامة. يشفع في 70 إنسانا اللي هو الشهيد، ويزوج ب72 من الحور العين، ويأمن الفزع الأكبر، ويأمن من فتنة القبر، ويرى مقعده في الجنة، ويغفر الله له ذنوبه من أول قطرة دم. وإيه كمان بقى؟ الشهيد في سبيل الله أجره إيه وفضله إيه؟ يأتي يوم القيامة بدمائه بين يدي الله، اللون لون دم والريح ريح مسك. كان عمر يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وأن أدفن في بلد نبيك. فمات شهيدا وهو يصلي بالصحابة صلاة الفجر على قاتله لعنة الله عبد الرحمن بن ملجم، ودفن فين؟ مش في المدينة، دفن فين؟ في حجرة السيدة عائشة بجوار صاحبيه الحبيب وأبو بكر. هنيئا لك يا عمر، هنيئا لكم يا أصحاب رسول الله، هنيئا للمجاهدين في سبيل الله. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم وحد صفوف المسلمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.